صباحو صباحو. عندي هالدجاج تمام، مستعملة فخدة وحدة بقيان فخدتين. بعمل طبخة رز عليها، وهي للضيوف. نصها رح أخفقها وأعملها أقراص نعناع بساندويش، والنص الثاني وصفة بتاخد العقل، طيبة كتير، وبتتقدم هالساندويش باردة وبتتقدم ساخنة للمناسبات. فعلا طيبة. رح تستغربوا بمكوناتها والبعض رح يقول تخبيص. جربيها مرة وحدة وشوفي الإدمان. رح أنظف الدجاج بماء بارد مثلج وأحط له خل فقط، وبعدين بتابع تحضير الوصفة. رح أسلق الدجاج، رح أرفع الزفرة، بشر ليمون فرزوه، بس القشرة الصفراء، ما يخطر في بالك إنه يمرمر أبداً أبداً. الليمون الأصفر نص معلقة، ورقة غار، عود قرفة حبتين هيل، وبصلة بتعطي الطعم وبتسحب الزنخة. بدي هل صدر الدجاج يشرب المرقة كلها ويبقى منها بس شي 3 معالق. شايفة شلون شرب السوائل اللي تركناها؟ هذا اللي بدي اياه. مكون رئيسي الملفوف والعطون فقشته، زيتون فقشته. شايفين على هاللون؟ نزلته بقناتي، بياخد العقل لون وطعم بجنن. عادة وقت منكبس الزيتون أو العطون منحط قطعة ليمون وحدة أخذت شقفة فرمتها بهالشكل. لوصفتنا أنا بحاجة لربع راس ملفوف، ما يعادل 3 أكواب فليفلة خضراء قرن واحد، حمراء قرن واحد، بصل 3 حبات، وبصل أخضر حبة وحدة. أهم مكون لهالوصفة هو الصويا صوص المالح. رح أعطيكي نصيحة، إذا الساندويش بدك تقدميه بارد دايما بنصحك باستعمال الزيت، وممكن تنكهي بربع معلقة زبدة أو سمن عربي. رح نحط زيت زيتون. أول شي بصل، معلقة ملح، لدبل مستدبيلة بحط الملفوف. ما تفكروا كتير، بدوب هلأ بتشوفوا. دبل مستدبيلة بحط الجزر، مقدار الجزر حبة وحدة كبيرة برشتها بهالشكل. دبل مستدبيلة منحط الفلفل الملون. راح نحط الدجاج. هاي الوصفة حصرية لخالي دلال. بهار أبيض، زنجبيل، وبالنهاية راح أضيف 3 معالق كبار صويا صوص معتدل. هاي معلقة، وهي 2، وهي 3، مشان هيك ما تكتروا ملح في البداية. بالنهاية الزيتون والعطون. ممكن تحطوا سمسم. حط لآخر لحظة، كنت بدي أحط ينسون وشمرة. سمسم معلقة، وخلاص راح أطفي. طفيت. وصفة تاخد العقل. جاهزة؟ راح أرفعها لبكرة لوقت جاية ضيوفي قبل ما يجوا بساعة. لازم تكون رطبة. ليش؟ لأنه بدنا إياها زيتها ظاهر مشان الخبزة تترطب، الصنة تترطب. وصلت الفكرة يا صبايا؟ وبنفس الوقت مالها مخبوصة. بكرة بحشيها بهالصمن، جزء منه بحط له جبنة، جزء منه ممكن تحطوا له جوز. بدي أغلفها بالنايلون مشان ما تطلع ريحتها، فيها بصل. وبكرة بحشيها بهالصمن أو بالخبز حسب، أو بخبز الباجيت، وبتتقدم إما باردة أو ساخنة. وبعدين هيك هذا تحضير مسبق رائع حتى لرمضان، لعيلتك إذا كنتي موظفة. بعد تنظيف صدور الدجاج نص كيلو بنحط لهم معلقة خل وبشر ليمون، ومنباشر بتحضير الوصفة. رح أطحن صدر الدجاج
ثوم معلقة صغيرة، نص بصلة، بهار أبيض معلقة صغيرة، براس المعلقة بهار حلبي أو البديل فلفل أسود، نعناع معلقة كبيرة، بشر ليمون معلقة. بدي أكتر الكمية بتعطي تماسك. خبز ماكن شوي بس يابس عندي إياه، أطحنهم كلهم مع بعضهم مع مكعب ثلج. ليه دهنة هي اللي بتعطي الطعم الطيب وبتعدل الطعم، بتقلب موازين الطعم بصراحة. قالي طيب ما في، حطي براس المعلقة سمن عربي أو زبدة طيبة حيواني. راح نضيف الدهنة ونخلط. عادة للكيلو بنحط 200 جرام دهنة. نمسح ايدنا زيت زيتون ونمسح كيس النايلون ليسهل التشكيل. خلطناها بشكل جيد وهلأ منقرصها. ممكن تشكليها من خلال كيس النايلون وممكن مباشرة على ايدك، امسحي ايدك زيت وشكليها بهالشكل. لا ترققيها ولا تسمكيها، اتركيها وسط مشان تستوي من الداخل. انتبهي لهالنقطة. شايفة رقتها؟ هلأ بدنا نحضر هالخلطة. عصير ليمون ربع كاسة، منخففه بمي ومنضيف معلقة زيت زيتون ومنحط نص معلقة ثوم مطحون ورشة ملح ورشة بهار أبيض وممكن رشة بهار حلبي أو البديل فلفل أسود. منحركها وصارت جاهزة الخلطة. راس النعناع ممكن تعمليها بالفرن وممكن على نار الغاز وممكن بالسخان. حطيت زيت زيتون، ممكن انتو تحطوا سمنة، ممكن دهنة. انا منزلة طريقة حطيت دهنة مع معلقة سمن عربي. ما بنقلبها غير مرة واحدة، بنتناوق عليها وبنرفعها بهالشكل. النار وسط، ما بنغطيها مشان ما تتعرق وبنفس الوقت ما تبذل اللحمة سوائلها، إن كانت لحمة وإن كانت كبابة وإن كانت دجاج وإن كانت هبرة. ما بدنا يقرمدوا. بدي أقليهم كلياتهم. عادة بخلطة صدور الدجاج بتحضير راس النعناع بنضيف بيضة تعطي تماسك. هون ضفت خبز مشان تعطي تماسك ونكتر الكمية. وركزي صبية راح أرفعهم عن النار. القرص بعمله أصابع هيك بهالشكل، بخزه بس هو متماسك لأنه بدنا نسقيه. هلأ بنشوف إيشنا نسقيه مشان تدخل المادة الحمضية لجوا. وبرجعه لهون. شوفي شلون متماسك. بجيب اللي بعده. بعد رح يقلي ليش ما حزيتي هو بالصينية. خفت على الصينية صراحة. شوفوا ايش بدي احط. معلقة صغيرة سمن عربي تقلب موازين الطعم. هالوصفة بتتقدم باردة، باردة مو باردة، باردة شامية، باردة حلبية. ونجيب الخلطة السحرية ونسقيها وبس نطفي. هلا أنا عملتها كاملة بصراحة، كاملة. ما بدي ألبك حالي بكرة. خليها تشرب هالصوص عمهلة وبكرة بحشيها بالساندويش. رح أفرجيكي شلون شربت المادة الحمضية اللي حطيناها. لسه رح تشربها. ممكن تسقسي الخبزة هيك، تحطي معلقة ترطبي الخبزة من هالخلطة أو الصمن. تمام. رائعة للحفلات، للعزايم الخفيفة بتجنن، وحتى للتقيلة جود بالموجود. رح أغلفها بعد ما تبرد تماما وبحطها بالبراد مثل ما هي. حبيتي تقدميها سخنة بتسخنيها وبتحشيها. حبيتي تقدميها باردة بتطالعيها من البراد لتاخد حرارة المطبخ، بتحشيها بخبز أو صمن وبتقدم جنبها مخلل، بندورة، اللي بدك اياه. بشوفكم بكرة. والخلطة اللي زادت حطيتها بمطربان صغير، وهي نفس الشيء بدي أغلفها تغليف محكم مشان ما تطلع ريحتها. راح أحطهم بالبراد. بكرة بشوفكم. يا صباح الخير. عم بطبخ رز بحليب لتر
4 زبادي. كل لتر حليب بحط له هي قشطة جيمر. اعتبروا انه 5 زبادي صاروا، بس هذا سميك. شوفي قشطة. اللتر حليب بده فنجان القهوة اللي بتشربي فيه رز قصير وفنجان سكر. بيطلع معك نظامي بياخد العقل. البعض يقول لي خالي ما بيسمك الرز بحليب. بسمك، بس بدك تطولي بالك. انا هلا مجرد ما غلى وطيت النار عنه، والرز كبي عليه مي بس دور واحد، وحطي الرز بالحليب بعد ما يغلي، وبتتابعي بتخففي النار وبتطبخي الرز بحليب. بدك تقولي لي خالي شو دليل نضج الرز بحليب؟ الرز بفوش لفوق، معناتها استوى وطرح النشا بالحليب. نشا الرز كافي مقداره فنجان انه يتماسك لتر حليب. هذا بيعطيه دسامة ونكهة طيبة. خصوصا أنا بالسعودية الحليب يمكن دمعتي أدسم من الحليب. في شلون النار ضعيفة؟ لا فرجيكي الدليل إنه ما نضج. بعمل هيك، شوفي ما في رز، الرز نازل لتحت. مشان هيك بتحتاجي من حين لآخر إنه تحركيه بهالشكل هيك بقفا الكفكير أو تشمشاي تشمشاي. وبقيان هيك معلقتين من علبة القشطة بدي أضيفها. هاي اللي ضفتها، شايفة؟ شايفين الرز شلون فوق؟ شايفة شلون الرز طرح النشا؟ خلص هلأ بنحط السكر بنفس الفنجان اللي حطينا الرز فيه القصير. بنحط السكر، والمستكة غالية صايرة وعم تجي عمرار قديمة. عم بستعمل هدول طعمة المستكة الدروس، مسك الدروس. هلا بحط المستكة بتدوب، ما في داعي لطحنة في منهم عم بروحوا بطحنوها، لا بتدوب. هلا المبتدئين رح يسألوا انه ليش خالي هيك عم بتحركي؟ انتوا بتعرفوا الرز بحليب الا ما يعلق بالقاع. اذا هيك احطيها بتشوه الحليب، تطلع القشرة اللي منموت عليها نتقاتل عليها وقت بنسكب الرز بحليب بهالشكل وبهدوء. شايفين الرز طاف، هذا دليل انه طرح النشا تبعه. بغليه شي تقريبا 10 دقائق لربع ساعة وبطفي عنه. راح اطفي. طبعا ممكن تضاعفوا المقادير. عادة الكيلو حليب بيعطيكي 4 زبادي. مين بتقاتل على هي؟ هي أطيب شيء. طنجرة حطي لها مي وافركيها بصابون غاد تطلع بتضوي ضوي. مشان تجعيدة الرز بحليب حطيه هو سخن بالبراد ويكون الحليب دسم، تاخدي تجعيدة. إضافة لوصفة رز بحليب عملت كيكة الكراميل، نزلتها من يومين، يا ريت تجربوها بتاخد العقل. بعض الصبايا عم تسأل يا خالي نحن وقت منحضر خليط الكراميل السكر ما بيدوب، بيحترق وما بيدوب، إيش نعمل بهيك حالة؟ حطي فنجان مي مع السكر ورشة ملح الليمون، بيسرع من تدويب السكر وما بيحترق الكراميل. جبت الصمن بنفس اليوم، فضيت الصمن ممكن أيبسه وأرفعه لكتير وصفات، ومنها المحمرة. طالعت الخلطة اللي جهزتها قبل بيوم، بدي أسخنها على الميكروويف شوي بس. لمت ضيوفي على العشاء، بديت أفتح الصمن وأحط معلقة زبدة صغيرة وبحط الحشوة. جزء بدي أحط له جبنة شيدر وجزء ما رح أحط له جبن. وجود بالموجود، المهم اللقمة طيبة ونجتمع بمحبة. البعض رح يسألني خالي أنت عم بتطبقي الساندويش، إيه ما طبقتي؟ طبقته الظهر، ما في مشكلة أبداً أبداً. بحطه بكيس نايلون أو بصفه بالصينية وبغلف الصينية. عملت جزء من الحشوة الجديدة، الخلطة السحرية اللي بتاخد العقل، جربوها مرة وادعولي. وجزء راس النعناع اللي ممكن نفرزها نية
وقت الحاجة نطالعها ونحضرها مثل ما حضرتها أنا. طبعا ممكن الصمن تدهنوه معلقة زبدة سايحة أو زيت. ممكن تعملوها بخبز عربي، جود بالموجود، مو ضروري صمن. رح نبدأ بحشي راس النعناع. باخد من الخليط السائل المادة الحمضية، بسقي الصمن بهالشكل وبحط القرص وبضغطها، وبيتقدم جنبها مخلل. يا سلام على مخلل اللفت والخيار والبندورة الكرزية. الجبنة ممكن هالجبنة تحطي زيت زيتون ونعناع، ممكن تعمليها جبنة كردية، تضيفي فليفلة خضراء وفليفلة حمراء. المهم أي ساندويتش بدك تحضريه ممكن تحضريه قبل بيوم، تحشيه وتحطيه بأكياس نايلون وتغلفيه، وتاني يوم تقدميه بعزيمتك، إن كان عشاء إن كان فطور. شعلت السخانة، ومشان أقدمهم كلياتهم سخنين جبت صينية كبيرة، صفيت فيها الصمون وزينته بهالشكل. قدمت معه خيار، بندورة كرزية، مخلل لفت، جزر، جود بالموجود، هذا الموجود عندي. رتبت السفرة بهالشكل وكنت جاهزة، لأنه المطبخ عم يضوي ومرتب وكل شيء محضر، حتى المشاريب من قهوة أو شاي أو 7 أو عصير. حبيت أفيدكم ببعض الأفكار، ولو الفيديو طويل بس ما بدي أشتت أفكاركم، تاخدوا كل الوصفات بالفيديو نفسه، وراح أحط لكم روابط الفيديو تبعت التحضير بصندوق الوصف، تبعت الكيك وتبعت قراص النعناع. جبت الصمن بنفس اليوم، فضيت الصمن، ممكن أيبسه وأرفعه لكثير وصفات، ومنها المحمرة. لمت ضيوفي على العشاء، بديت أفتح الصمن وأحط معلقة زبدة صغيرة وبحط الحشوة. جزء بدي أحط له جبنة شيدر، وجزء ما رح أحط له جبن. وجود بالموجود، المهم اللقمة طيبة ونجتمع بمحبة. البعض رح يسألني خالي أنت عم بتطبقي الساندويش، إيه ما طبقتي؟ طبقته الظهر، ما في مشكلة أبداً أبداً. بحطه بكيس نايلون أو بصفه بالصينية وبغلف الصينية. عملت جزء من الحشوة الجديدة، الخلطة السحرية اللي بتاخد العقل، جربوها مرة وادعولي. وجزء راس النعناع اللي ممكن نفرزها نية وقت الحاجة نطالعها ونحضرها مثل ما حضرتها أنا. طبعا ممكن الصمن تدهنوه معلقة زبدة سايحة أو زيت. ممكن تعملوها بخبز عربي، جود بالموجود، مو ضروري صمن. رح نبدأ بحشي راس النعناع. باخد من الخليط السائل المادة الحمضية، بسقي الصمن بهالشكل وبحط القرص وبضغطها، وبيتقدم جنبها مخلل. يا سلام على مخلل اللفت والخيار والبندورة الكرزية. الجبنة ممكن هالجبنة تحطي زيت زيتون ونعناع، ممكن تعمليها جبنة كردية، تضيفي فليفلة خضراء وفليفلة حمراء، وفعلا يا سلام. المهم أي ساندويتش بدك تحضريه ممكن تحضريه قبل بيوم، تحشيه وتحطيه بأكياس نايلون وتغلفيه، وتاني يوم تقدميه بعزيمتك، إن كان عشاء إن كان فطور. شعلت السخانة، ومشان أقدمهم كلياتهم سخنين جبت صينية كبيرة، صفيت فيها الصمون وزينته بهالشكل. قدمت معه خيار، بندورة كرزية، مخلل لفت، جزر، جود بالموجود، هذا الموجود عندي. رتبت السفرة بهالشكل وكنت جاهزة، لأنه المطبخ عم يضوي ومرتب وكل شيء محضر، حتى المشاريب من قهوة أو شاي أو 7 أو عصير. حبيت أفيدكم ببعض الأفكار، ولو الفيديو طويل بس ما بدي أشتت أفكاركم، تاخدوا كل الوصفات بالفيديو نفسه، وراح أحط لكم روابط الفيديو تبعت التحضير
بصندوق الوصف تبعت الكيك وتبعت قراص النعناع. وعادة يوم التحضير المسبق للعزايم أو للضيوف مننقي وصفة سهلة بسيطة. بما أنه عم بعمل وصفاتي من دجاج، عملت على فخدتين رز وحمرت الدجاج على نار الغاز. يعني ما تتحججي تقولي ما عندي سخانة مشان قراص النعناع أو الساندويش. على الغاز مثل ما عملت بالصينية الكبيرة، صفيتهم وأخذت نتيجة تاخد العقل وطيبة. حبيت أفيدكن بهالأفكار المفيدة، ورح أحط لك طريقة هالرز مهما كان نوعه سيء، اعمليه بطريقتي بينجح معك.